لكن الكرة ضاعت على المنتخب الأردني وفرصة خطيرة للتسجيل والتهديف، وعلى العكس المنتخب العراقي هو من يسجل الآن بواسطة اللاعب عبد الرزاق أبو الهيل. عبد الرزاق أبو الهيل إذن يسجل أولى الأهداف لمصلحة المنتخب العراقي في تطور مستمر. بغية الوصول، وهنا الهدف الثاني يأتي لمصلحة المنتخب العراقي. هدف ثاني لمصلحة المنتخب العراقي، هذه المرة كرار المحسن هو من يحرز الهدف. هو يعني قد يكون والثالث يأتي لمصلحة المنتخب العراقي في الوقت الذي ضغط فيه المنتخب الأردني بقوة، في الوقت الذي انتعش فيه لاعبو المنتخب الأردني، هددوا ووصلوا وكادوا أن يسجلوا لولا تألق عطيل خليل حارس المرمى في هجمة خاطفة للمنتخب العراقي. يسجل الهدف الثالث الآن. بنات مقطوعة كرة سريعة خطيرة الآن، خطيرة وأخطر للمنتخب العراقي. ممكن الهدف وجول رابع. جول رابع يأتي للعراق الآن بعد هجوم مرتد سريع وخطأ من اللاعب معاذ النبات بشكل جميل جدا. هاشم خالد يسجل رابع الأهداف للمنتخب العراقي، ثاني الأهداف الشخصية لهذا اللاعب، هو من سجل الهدف الثالث، وهو الآن من يضع الهدف الرابع للمنتخب العراقي بطريقة فنية. يا سلام يا سلام، بكل هدوء وبكل ثقة هاشم خالد وضعها على الأردن. أيضا مقطوعة من محمد الزيود، ممكن هدف، ممكن ثالث، خطيرة الآن لمصلحة العراق. والخامس، الهدف الخامس. نعم يأتي الهدف. هاشم خالد لاعب مهاري وخطير، هاشم يتقدم، ممكن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا هاشم يا خالد، أنا ذكرت الكرة معاه راح يعمل لك شيء، راح يعمل لك شيء بلا شك. هذا اللاعب والله يعني ممتع وأدمن حنا هو من يسجل. أدمن حنا هو من يسجل، ولكن وبرؤية خلفية للاعب هاشم